احنا لابسات نفس العباية. صح. عبايتي وعبايتك اثنينهم حلوات. شكرا حبيبة قلبي. انتي هاي العباية مالتش بالله خلي اشوف الفصال مالتها. يا ما شاء الله ايش قد حلوة عليك. انتي جاية اليوم للمول وكلهم لابسين مو عباية، ليش انتي لابسة عباية؟ لأنه يعني هيك أطلع على فاطمة الزهراء، يعني أبوي قبل يستشهد كاتب وصية. شنو؟ أبوي قبل يستشهد كاتب وصية حاطها على الصاحبة، احنا استلمناها من صاحبه، فكاتب ورود حبيبتي انتبهي على عباتك ولا تنزعيها والبسي عباية وحجاب. ويلي عيل ما عدها ابو يسأل عليها، ويلي ويلي تموت مهضومة ولا واحد يجيها، تبقى تتلفت بخير انفاسها، حضنة يتمنى توسع. تشوفين انه اليوم البنات يبدلون ويطلعون ويلبسون، يعني ما فكرت انه تنسين وصية بابا وعاد تبدلين وتلبسين غير ملابس؟ لا يعني هو يعني انا حتى لو صغيرة على الملابس يعني ما اعطيهن، احتفظ بيهن، يعني ما اعطيهن البنات خالاتي او كذا، ابقيهن عندي ضامتهن يعني. بس هاي الوصية اللي تركها بابا شنو كتب بيها؟ عيدي لي ورود حبيبتي دير بالك على عباتك وعلى حجابك وانتبهي على اخوانك ودير بالك على اخوانك. انتي قوية ورود، انتي قوية. اني تعرفين اني والدي همينه متوفي الله يرحمه، وهم والدي يعني كان يوصيني يقول لي دارين دير بالك على عبايتك، دير بالك على اخوتك. شو انتي تشبهيني. شكرا. يعني هاي وصية من اهلنا يعني مو مشكلتنا احنا. يعني هسه علميني، انا هسه شنو اقول لابويا؟ انا كلش مشتاقه له، اريد اتعلم من القوه مالتك، لان انا بهذا عمري وانا ابكي ومتاثره، وصح انا دايش بوصيته بس انا متاثره. قولي لي علميني شنو اسوي. ادعي ربنا، يعني انت بالصلاه لما تصلين ادعي قولي الله يحفظ ابويا، الله يرحمه، الله يرحمه ان شاء الله، يعني لما يوم القيامه اشوفه وادخل للجنه، وتدعين كل شخص تحبينه او تكرهينه او واحد هيجي مزوجك، قولي بس حسب الله ونعم الوكيل. بس هاي اقول يعني واذا رحت زرت والدي ابقى بس ابكي لو شنو اسوي؟ لا تدعين وتقرين الفاتحة، ويعني إذا جتك البكي يعني لازم تبكين، هو والدك يعني هم أنا راح تبكين ما يصير. أنتي هم تبكين؟ وهسه أنتي هم دايرة بالك على إخوانك؟ أي. هسه شو توصيني؟ أنا شو أسوي هسه؟ أنا هم فاقدة أب، شو توصيني؟ أنا أريد أشوف هاي الروح اللي بداخلك، أريد أتعلم منها، شو توصيني؟ انه يعني اذا تشوفين الرسالة تحطيها لما انت تصلين، تحطيها بصف التربة وتدعين، او تحطيها جوا التربة تحطيها فوقها وتسجدين على التربة وهي الوصية فوقها، يعني بيوم القيامة الله راح يدخلك للجنة وتدعين، وهيك راح تشوفين ابوك بالجنة.